تحت المجهر ظهر فراغ كبير في وجه المرأة. التقط الطبيب علبة كريم للوجه ليضعه، لكنه فوجئ برؤية مجموعة من الأشخاص الصغار يسيرون داخل هذا الفراغ. كان أحدهم يزرع في حقل مفتوح، وقد امتدت خلفه مساحات واسعة من الأراضي المزروعة. هؤلاء الأقزام عاشوا على وجه المرأة لفترة طويلة، كانوا يزرعون البذور كل يوم ويضعون السماد على أمل أن تنمو الرؤوس السوداء بقوة ليكون موسم الحصاد وفيرا للجميع. وبينما كانوا يتحدثون لم يستطيعوا كتمان ابتساماتهم. في تلك اللحظة جاءت زوجة الرجل لتتفقد التقدم في العمل. ابتسم لها وقال إن الأمور تسير على ما يرام. وبعد ذلك جلس أفراد العائلة يواجهون الغروب حالمين بمستقبل سعيد. حتى الطبيب تأثر بجمال هذا المشهد، لكن فجأة تحدثت المرأة مطالبة الطبيب أن يصلح وجهها بسرعة. ورغم تردده نهض الطبيب وبدأ في وضع الكريم على وجهها. وفي نفس اللحظة في عالم الأقزام ظهرت موجة بيضاء ضخمة في السماء، وكان الرجل أول من أدرك ذلك. ركض الجميع إلى الخلف ولم يبالوا حتى ببذور الرؤوس السوداء التي كانت في أيديهم. حمل الرجل ابنته بسرعة وركض، وتذكر أن يتصل بأخيه الذي يعيش على الخد الأيسر. وكان الأخ قد قال للتو لا شيء يدعو للقلق، لكن في الثانية التالية شهق خوفا. أما الرجل الذي على الخد الأيمن فكان لا يزال يركض لينجو بحياته. وأثناء هروبهم توقفوا فجأة، إذ كان أمامهم منحدر لا قاع له، ذقن المرأة. ومع اقتراب الموجة العملاقة أكثر فأكثر، وفي لحظة يأس وفقدان أمل احتضن كل شخص أحباءه وهو يبكي بمرارة. وبدأ الجميع يودعون عائلاتهم بالدموع مستسلمين لمصيرهم المحتوم. حتى الطبيب شعر بالحزن في تلك اللحظة، لكن النتيجة لم يكن بالإمكان تغييرها.